عسلامة عسلامة ومرحبا بكم معنا في دبرتنا اليوم مع بعضنا باش نعملوا فول مدمس بطريقة سهيلة بسيطة، ونوريكم كيفاش يستحفظ على اللون الأخضر المزيان متاعو. اللي حاجته بالوصفة يقعد معايا للآخر، وما تنساوش تشتركوا في القناة. بما أنه وقت الفول توا، هذاك علاش خذيت كمية من الفول قشرتها شويه نحيتها باش نعمل بها الفول المدمس، وشويه الاخرى باش نخبيها في الكونجيلاتور. ناخذوا الساشي نتاع الكونجيلاتور ولا اي ساشي عاديه، نحطوا الفولات نتاعنا، نحاولوا نحطوهم بطريقه مبسوطه هكا باش ما ياخذوش بلاصه في التخزين كما تشوفوا في الفيديو. والكميه الاخرى في كسرونه حطيت شويه ماء عادي مش يشمى، حطيت عليه شويه ملح، وحطيت عليه ترونش صغيره من القارص، والقارص هو اللي يخلي الفول يستحفظ باللون متاعو. بعد ما يتسمط الفول متاعنا نحطوه في طبق التقديم، ولهنا باش نضيفوا عليه المطيبات اللي احنا نحبوا عليهم. لهنا شوفوا ما شاء الله على كل لون، وطابوا بالحق زبده. جاو ناخذوا ثوم لو كان تحبوا، وناخذوا زيت زيتونه مش زيت نباتي، زيت زيتونه يزيدوا بنه على بنه، وناخذوا كميه من الكمون لهنا راهو يحب برشا الكمون، ونحطوا شويه هريسه عربي، شويه بابريكا، شويه فلفل احمر اللي تحبوا نتوما، وتاكلوه صحه وبشفاء. وهذه هي كانت وصفتنا لليوم ودبارتنا لليوم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وفي وصفه اخرى ودباره اخرى، وانتم تكونوا بالف صحه وخير وعافيه، وباي باي.